مع اقتراب مراحل الحسم لدوري الدفع الرباعي عبد اللطيف جميل، اتجهت معظم الأندية السعودية للتحكيم الأجنبي هربا من جحيم التحكيم السعودي. مفيش ثقة في التحكيم السعودي ليه؟ أندية بتبحث عن البطولة، وأندية بتبحث عن تجنب الهبوط، وأندية بتبحث عن التمثيل القاري في بطولات آسيا. في نفس الوقت اللي بيبحث فيه عمر المهنا مع الحكام السعوديين عن استراحة مريحة بتقدم كبسة بأسعار جيدة لمشاهدة مباريات الجولة القادمة. الأندية كلها بتشتكي من التحكيم؟ طيب سؤال، لو التحكيم السعودي بيظلم كل الأندية السعودية، أمال بيعمل لصالح مين؟ الماسونية الإنجليزية والماسونية الفرنسية. طيب لو قلنا النصر ربنا يزيدهم ممكن يجيبوا في الماتش الواحد بدل الحكم حكمين، لكن الاتفاق رايح تجيب حكام أجانب ليه؟ فلوسك كتير؟ يا عمي خلي الطبق مستور، انت لاقي تاكل. وبعدين الحكم الأجنبي رايح السعودية فلازم يتعمل معاه الواجب. $100,000 غير الإقامة والانتقالات، ولازم تتعمل له مأدبة عشاء يتشوي له فيها 3 جمال و7 أسود وزرفتين، في نفس الوقت اللي عمر المهنا بياكل حطب. تبذير ورمي فلوس في الأرض بدون داعي، ليه؟ بس بقى يا شوبير، انتوا جايبين حكام أجانب عدم ثقة في الحكم السعودي فعلا، ولا بتعلقوا شماعة قدام جماهيركم؟ طبعا لو كسبت مع الحكم الأجنبي بيبقى شكلك كده. طيب لو الحكم الأجنبي ظلم فريقك هتعمل إيه؟ أقول لك أنا، هتنتقد الحكم السعودي برضه، لأن هو اللي ظلمك فخلاك تلجأ للحكم الأجنبي اللي ظلمك برضه. يعني هتسيب الحكم الأجنبي وتمسك برضه في عمر المهنا. انتوا كلكم حلايا ولا ايه؟ وأخيرا، ورغم إن الكل بيعلق مشاكله على التحكيم السعودي وكأنه بيظلم كل الأندية، إلا إن الحكم السعودي لازم يركز أكتر من كده برضه، على الأقل عشان يحافظ على علاقة الحب العميقة والمتبادلة مع كافة الجماهير السعودية.